بعد ما طلعت معنا العقة تحمرت من التحت بطبيعة الحال وتحمرت من الفوق، وغادي نطلعوها. تقسمها يقسموها هكا، يقسموها هكا نسيبها ما تبرد ونبدا نطلعها، حيت ما نقدروش نطلعوها حيت لسه سخنه، تبرد ونطلعوها. ماشي. خشوا بقى على الفيديو كتجي هكا تشوفوا المقادير. كتجي لذيذه كتكال بالخبز خبز ايه؟ تتكاش بالخبز. خبز ايه؟ انا ما بتاكل بالخبز. ايوه طيب، ما عشان انا ماشي تاكل بالخبز. كتكال بالخبز وبالصحه والراحه. ما في ناس تاكلها من غير خبز، تاكلها كده يعني ايه، تقطع وتاكل احنا كده. قلنا ما عارفاش انا، انت فسر ليهم، انا ما عارفاش بالنسبه لي الوصفه ماشي ديالي بس تاكليها ناكلها. يعني الحاجات خضره كلها وبيض خضره وبيض وبتاع. ما فيش. خش على الفيديو تشوف المقادير وما تنساش من لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم خواتاتي خوتي المتابعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. غندير لكم اليوم وصفه من قناه يوميات عادل السعديه. ما تنسوناش تدخلوا تشاركوا معنا في القناه. الاكله دي هي اكله مصريه، هي ما تعرفهاش، لكن انا هقول لها على المقادير وهقول لها على الحاجات بتاعتها، وهنشترك انا وهي ونعملها مع بعضينا. خشوا اتفرجوا. عارفين العجه المصريه طبعا، الستات كلها عارفاها. ماشي، هنقول على المقادير. حضرتي بقى اللي قلت لك عليه؟ ايوه. طيب عندك ايه؟ عندنا 3 بصلات متوسطه او 2 كبار. ماشي، حطيهم بقى على الزيت. حطيهم على الزيت دلوقتي. انا حاطه نص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت نقليها فيها. خلوهم يتشحروا واحد شويه. يتشحروا يعني يا جماعه، يتبالوا معايا. ده الكلام ده للمصريين. يتشحروا يعني تبقى دبلانه شويه، تتدبل. ماشي خلاص. وعندنا واحد 5 معالق ديال الدقيق فورص. وعندنا 4 بيضات. 4 بيضات 5 البيضات. عندنا 5 بيضات. غنجيبوا بيضات. طيب 5 بيضات. كل معلقه دقيق ببيضه. خاصنا 5 بيضات. ماشي. وعندنا واحد 2 مطيشات كبار. طماطم يا جماعه. عندنا واحد فلفل حامي، نص قرن او قرن صغير قطع صغير. وعندنا واحد معلقه كبيره ديال البيكنج باودر، يعني نقولوا معلقه صغيره ونص. ماشي. وعندنا فلفل اسود. ابزار يعني فلفل اسود. وعندنا كمون. وعندنا الملح. وعندنا كزبره ناشفه. ماشي. غنحمروا معكم البصله. وغادي نكملوا ال5 بيضات ونرجعوا معكم. كملنا البيضه، جبنا 5 بيضات. جبنا الكزبره والمعدنوس. انا مقطعه حاطه في الفريزر، يعني واحد نص قبطه. ماشي. ما بين قلبي بس البصله معلقه الخشب. ماشي. نجيب معلقه الخشب باش ما تدارش لينا، عشان ما تتجرحش. لا تجرحت، ما فيهاش كترمى. نجيبوا المعلقه ديال الخشب. ما تنسوناش خوتي المتابعين خواتاتي المتابعات، ما تنسوناش من اللايك واشتراك في القناه، فعلوا الجرس باش يجيكم الجديد. يلا كملي. حطي بقى الدقيق. الدقيق هنا. دقيق مع البيض اول. ماشي انا حطيت الدقيق مع البيكنج باودر هنا. طيب مع الدقيق نحطوا البيض اول. حطي البيض. بسم الله. العقه اللي كنتو تسمعوا، العقه. احنا عندنا خبزه البيض وما عندهم العقه. هو المفروض هو اللي خاصو يعملها. ايوه معلش، يعني انا قلت لها بس قالت لي خلاص بل انت مكسل. قولي على المقادير واحنا نضرب البيض الاول. هو مكسل عشان هنعمل دي نركنها شويه، ونحط بقى الدقيق في حاجه ثانيه. ونعيننا على البصل ما يتحرقش منها.
نحط بقى الملح والكمون. نمسحو يدينا ونحطو الملح كله يدوب مع بعضه هنا. واحد المعلقة ديال بحب الكمون. الكمون ماشي، ومعلقة زيها كزبرة ناشفة، ومعلقة ملعقة زار فلفل اسود. زار حطيها. معلقة كزبر ناشف. ايوه كزبرة ناشفة. اللي عنده بابريكا يا جماعة ممكن يحط معلقة حمراء تحمر، بس عندنا الطماطم هتعجبنا كويس. ملح كده لازم تقلب برضه. خلاص بدأت تتدبل، يعني نص دقيقة كمان. الملح على حسب الذوق. حلو قوي. يلا اضربي دول بقى. ما عندكمش أكلة زي دي لما نخلص؟ خبزة البيض. ها؟ عندنا خبزة البيض. لا خبزة البيض اللي عملتيها اليومين اللي فاتوا. لا بالبطاطا والبيض. هذيك اللي عندنا. دي القريبة اللي احنا عاملينها المرة اللي فاتت. بتشبهها. هذيك ما فيهاش بس ما فيهاش بطاطا دي. هذه ما فيهاش بطاطا. دي فيها دقيق. بس هاتي بقى الفلفل ده، حطيه مع ده، حطيه مع البصلة، ياخد تشويحة خفيفة بس. يلا قلبيه. هذه غتدخل الفرن. ها الصينية اللي غندخلوها. دي الصينية اللي هنحط فيها. ندهنوها بالزيت وندخلوها. ماشي خلاص كده. على طماطم دبلت. حطي الطماطم، تاخد لها برضه تشويحة كده. حلو عليها. تاخد تتبيلة. اساعد معاها برضك. اسمي ايه؟ بقلب، مش واقف لي عامل لي استاذ وشيف هو اللي تشتغل بس، لا لازم نساعد. بس تتدبل شويه. حطينا البصلة والبيض. حطينا البصلة والمطيشة على البيض. البصلة والطماطم حطيتها على البيض. حطوا الكزبرة والبقدونس خضرة. نقلب جامد. نقلبوا مع بعضياته. يلا نحط دي سنة بقى. نبداو نحطو في الدقيق، وراه حاطين مع المعلقة ونص ديال بيكنج باودر، معلقة صغيرة ونص. البيكنج باودر بينفش يا جماعة العجينة. ونقلب يعني مضرب يدوي، ممكن مضرب الكهرباء، بس يدوي أحسن يعني. بعد ما حطينا الزيت، حنا غنحطو شويه زيت كتير، ونحاولوا ندهنوا الجناب كويس. لا مش لازم. لا هي بتقب ماشي، بتقب، بس الزيت يتخلط معاها احسن ما يبقى يعوم علينا. ما تخافيش مش هيعوم، يا تشربوا الدقيق لا يشربوا. وغادي نجيبوا قلب كويس. تقلبوا مزيان باش الدقيق ما يجيش مكور. هي بتتكلم عشان بتعمل حاجات قريبه، فبتقول لك بقى بالطريقه بتاعتها يعني. يلا نبدا نصب. بسم الله. واحنا كده حاميين الفرن على درجه حراره 180. انا هحميهم، هنحطه في الايه، في الفرن يتحمر من تحت. نرجع لكم بعد ما يخلص.